عزيزة فاطمة هاي ذخر حامل حمى هاي اجت منزل علي وقالت اصيرا خادمة هاي وصفها يختلف هاي صعب ما تنوصف هاي حسن وحسين وزينب يما نادوها بعطف هاي عظيمة وكاملة هاي تخرج مرجلة هاي يا ابو فاضل صفت امك اساس الكربلة هاي مو ام البنين منينوى هاي لو ما هي ما رب اللوى منها نهر العلقم يقام ارتوى كربلة بين الخيم صارت هوى خلت كربلة بيدك يا شهم بزينب وصتك يا نعم الزلم وانت جاوبت يما تدللي اختم شاربي وصاني عليك مدد يا حيدر مدد يا حيدر مدد يا حيدر مدد يا حيدر ماي صرت يا ابو الوفا ماي نشربك معرفة ماي وفاك يا ابو فاضل صافي واحنا مصنف. عظم الله لنا ولكم الاجر عمو فرحان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليدي مهدي عظم الله لك الاجر. احسن. الله يبارك فيكم اليوم صديقي عمو فرحان. الله يبارك فيكم ان شاء الله ماجورين وموفقين واحسن الله عزانا وعزاكم ان شاء الله بهذه الذكرى الأليمة وإن شاء الله تعالى مثل ما وعدتك ومثل ما وصيتني أنا إن شاء الله راح أكون جاهز وحضرت القصيدة حتى نحيي وإياكم ذكرى رحيل مولاتنا أم البنين باب الحوائج سلام الله تعالى عليها. عاشت إيدك وليدي مهدي ربي يوفقك. بقى موضوع شيخ عباس ما أعرف أبو عبد الله اتفق وياه لو لا؟ ما أعرف والله ما عندي علم. أنا أقول له انتظر عمو أبو عبد الله الحين ما يجي هو يقول لنا منطيه خبر لو لا. وهو كذلك. أحسن. ان شاء الله تعالى. احنا ننتظر ابو عبد الله ونشوفه سوا. ابن الحلال الذكرى. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عظم الله اجرنا وجودكم ان شاء الله. ابو عبد الله سمعتكم بدك تسولفون على شيخ عباس. اي احسنت. اذا شوف شنو سويت. تواصلت وياه. احسنت. وقلت له اليوم محتاجيك على مود تسوي لنا مجلس على اليمن. احسنت. على اليمن على مولاتنا ام البنين باب الحوائج. نعم احسنت. لذلك هو الرجل قال طبعا اجاني مثل كل مره لازم اجي شارع الاصدقاء. احسنت. ونقيم المجلس. لذلك ان شاء الله بعد ما نكمل فقراتنا ان شاء الله هو ان شاء الله ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله. يلا تسمعون سريع عمو عبد الله سريع العفو. هسه ارتاحيت واقدر ابدي الحلقه واسلم على مشاهدينا واقول لهم السلام عليكم مشاهدينا الكرام وعظم الله لكم الأجر ونحن نعيش أيام ذكرى وفاة السيدة فاطمة أم البنين عليها السلام والتي توافق الذكرى في يوم 13 جمادي الآخرة في عام 64 للهجرة فعظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم عزاءكم. أحسنت عمو أبو عبد الله وعمو فرحان بارك الله بكم إن شاء الله. السلام على زوجة ولي الله، السلام على حليلة أمير المؤمنين، السلام على مولاتنا أم العباس، السلام على مولاتنا باب الحوائج أم البنين ورحمة الله تعالى وبركاته. نرفع أحر آيات التعازي والمواساة إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان وإلى مقام مولانا أمير المؤمنين لهذه الذكرى الأليمة العظيمة اللي هي رحيل مولاتنا باب الحوائج أم البنين. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أيها الأحبة مشاهدينا الكرام لإحياء هذه الذكرى وكل المناسبات المختصة بأهل البيت سلام الله تعالى عليهم، وإن شاء الله تعالى دوما نوفق لأن نكون حاضرين بإحياء هذه المناسبات. فعظم الله لنا ولكم الأجر مرة أخرى. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن دائما يجعلنا وإياكم من السائرين على خطى محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت صديقنا. أحسنت الله عليكم إن شاء الله. وإحنا إن شاء الله طبعا مستمرين وياكم ومحضرين لكم أيضا فقرات خاصة بوفاة أم البنين عليه السلام. نعم. السيدة فاطمة أم البنين عليها السلام. أحسنت. لذلك إن شاء الله راح يجي ويانا الشيخ عباس وأيضا نشوف بنين وعسل هم محضرين فقرات تخص هاي الوفاة. وطبعا مثل ما دائما نقول لكم أنه على اليوتيوب احنا ايضا حلقاتنا تبث بشكل مباشر من خلال مجموعه قنوات كربلاء الفضائيه وتقدرون تتابعونا باي وقت. شو تقول عم فرحان؟ احسنت وبارك الله بك ابو عبد الله. اصدقائنا الاطفال الحلوين مثل ما تعرفون برنامجنا
إن شاء الله يكون يعني حلقة جديدة وحزينة في برنامج عمو فرحان، والذي يأتيكم أطفالنا الأعزاء مباشرة على شاشة الذهبية قناة كربلاء الفضائية في تمام الساعة 4 عصرا مباشرة في كل يوم ما عدا يومي الخميس والجمعة. فكونوا معنا ونبدأ أول فقراتنا مع ندى الرحمة وكيف نقول عن المصيبة، فلنشاهد. الآن مع ندى الرحمة. عند المصيبة. عندما يسمع الإنسان بخبر مؤلم أو تحصل له مصيبة يشعر بالجزع والحزن الكبيرين، لكن المؤمن لا يجزع ويتوجه إلى ربه ليساعده في مصيبته. وعندما سمع حسن خبرا مؤلما قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وردد هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تنجيني من هذا الغم. عباس بعجل قوم، يا تربات الفحل قوم، ترى امك وصلها يا شهم جف الاجل قوم، من تراب القبر قوم، عاليمن تنتظر قوم، وسف ام البنين امك خلص من هالعمر. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا اصدقائي اصدقاء برنامج عمو فرحان بحلقه جديده من برنامج عمو فرحان. واعظم الله لنا ولكم الاجر بوصاب سيدتي ومولاتي ام البنين عليها السلام. والسلام عليكم بنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله لك الأجر يا عسل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أصدقائنا الأطفال، عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد السيدة أم البنين أم العباس قمر بني هاشم عليهما السلام. عسل؟ نعم. شلونك؟ الحمد لله زينة، أنت شلونك؟ تفضلين دائما زينة. زين. بنين شفت قبل شوية شلون انه بشارع الاصدقاء شلون ابناء شارع الاصدقاء يعني ناشرين السواد، ناشرين الحزن على سيدتي ومولاتي ام البنين عليها السلام. صح يا عسل. شوفي يا عسل، نعم. هذا اليوم هو يعتبر من الأيام العظيمة والمهمة والمباركة على أبناء شارع الأصدقاء. وأني من أقول أبناء شارع الأصدقاء يعني أذكر أنه إحنا كل إحنا، يعني أني وياك وعم أبو عبد الله وعم فرحان وغيرهم. ليش من الأيام المباركة؟ لأنه إحنا قاعد نحيي ذكرى استشهاد السيدة أم البنين عليها السلام. مو صحيح يا عسل؟ أكيد طبعا. لذلك خدام الحسين، المحبين، الموالين لأهل البيت، كل شخص يهتم بهكذا مناسبات دينية لازم يكون عنده موقف بهيك أيام. يمكن هسه راح تسأليني يا عسل، يعني شلون يكون عنده موقف؟ ويمكن لا، حتى أصدقائنا الأطفال مشاهدين الكرام أولياء الأمور يسألون شلون يكون عندنا موقف. أنا راح أجاوبكم بإيجاز من خلال المواضيع اللي أنا تعلمتها من أهلي، من الأكبر مني، من المعلمين والمعلمات. يمكن راح أذكر نقطة أو نقطتين، بالكثير 3 نقاط. تفضلي. النقطة تقول إنه إحنا إذا نريد نحيي ذكرى استشهاد الأئمة الأطهار عليهم السلام خلينا نرتدي السواد حزنا على استشهادهم. يعني اليوم أنا وعسل مرتدين السواد حزنا على استشهاد من؟ أم البنين عليكم، على استشهاد السيدة أم البنين عليها السلام. كذلك تشوفون أنه إحنا في شارع الأصدقاء، في حديقة المدرسة، في حديقة الأصدقاء، شنو مسوين؟
مخلين المكان موشح بالسواد باستشهاد من؟ السيدة أم البنين عليها السلام. نعم أحسنتي بنين. وكذلك أضيف على هذا الشيء نقطة، أنه ممكن إحنا مثلا نقدر نزور سيدتي ومولاتي أم البنين، واللي ما يقدر باعتبار أنه هي بغير بلد، يعني هي بالمدينة المنورة، صح. نقدر نروح إلى سيدي ومولاي أقرب الناس إليها أبو الفضل العباس. صحيح ابنها طبعا، ونقدم إليها عفوا إلى التعازي، وأيضا مو بس هيك، نقدر أيضاً نقدم الثواب لأم البنين عليها السلام. صحيح أحسنت يا عسل. هذا الموضوع ذكرني بنقطة كلش مهمة. مشاهدينا الكرام، أصدقائنا الأطفال، بهاي الأيام المباركة تقدرون تقرون الأدعية تهدوها إلى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأيضا تقرون القرآن الكريم. القرآن الكريم بهيك أيام جدا مهم، تهدونه مثلا إلى السيدة أم البنين عليه السلام، أو مثلا تقرونه بنية مشاركة العزاء إلى صاحب الزمان عليه السلام، وغيرها. هذا الموضوع أيضا مهم، وأيضا به أجر وثواب. ويمكن ذكرني بشيء جدا مهم، واللي هو نشوف دائما أصدقائنا الأطفال يعزون الأئمة الأطهار باستشهادهم، إلهم أثر جدا مهم. نشوف هاي الأشياء عن طريق الفقرات اللي إحنا قاعد نعرضها في شاشتنا الذهبية، شاشة قناة كربلاء الفضائية. الأطفال إلهم دور مهم، لذلك أنا اليوم أحب أنقل صديقتي عسل، أنقل مشاهدين الكرام إلى طفل. هذا الطفل يقرأ آيات من القرآن الكريم، فخلينا نروح ونشاهده في فقرة مشاركات الأصدقاء. أو مثلا نشوف أو ننقل إلى طفلة تقرأ شعر، هاي الطفلة تقرأ شعر إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام. أو نشوف مثلا الكثير والكثير من الأطفال اللي يشاركون بمواهبهم وبقدراتهم اللي هم يقدرون ويسيطرون عليها. هسه عسل، شنو رأيك أنقلك إلى فقرة مشاركات الأصدقاء ونشوف شو محضرين لنا من مشاركة؟ طبعا أكيد، خلينا نروح نشاهدها. يلا خلينا نروح ونشاهد الفقرة. الآن مع مشاركات الأصدقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي الطالبة فاطمة علي. لدي مقطع من قصيدة الشاعر دعبل الخزاعي: أفاطم لو خلت الحسين. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي، أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي. قبور بكوفان وأخرى بطيبة، قبور بكوفان وأخرى بطيبة، وأخرى بفخ نالها صلواتي. قبور ببطن النهر من جنب كربلاء، معرسهم فيها بشط فراتي. توفوا عطاشا بالعراء فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. إلى الله أشكو لوعة، إلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم، سقتني بكأس الثكل والفظعات. إذا فخروا يوما أتوا بمحمد وجبريل والقرآن والسورات، وعدوا عليا ذا المناقب والعلا، وفاطمة الزهراء خير بناتي، وحمزة والعباس ذا الدين والتقى، وجعفرهما الطيار في الحجبات. وآل رسول نحف جسومهم، وآل زياد غلظ القصرات. وآل رسول تدمى نحورهم، وآل زياد ربة الحجرات. وآل رسول الله تسبى حريمهم، وآل زياد أمن السربات. إذا وتروا مدوا إلى واتريهم، أكفا من الأوتار منقبضات. سأبكيهم ما ذر في الأرض شارق، ونادى منادي الخير للصلوات. وما طلعت شمس وحان غروبها، وبالليل أبكيهم وبالغدوات.
سلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وعليكم وبركاته. حياكم الله ورحمة وبياكم. الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. طبعا احنا نشكر وجود شيخ عباس ويانا اليوم مستريح شيخنا. واحب اوضح صوره انه شيخ عباس الكربلائي اليوم عنده العديد من المجالس. نعم. لذلك انا ايش قلت له؟ قلت له احنا ان شاء الله ما راح تتاخر هنا يمنا بشارع الاصدقاء، بس تكمل مجلسنا بسلامه تقدر تروح لبقيه المجالس. احسنت بارك الله بكم ان شاء الله ما شاء جميعا الله. ماجورين وموفقين يا رب. كل التوفيق، كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. اهلا وسهلا بشيخ عباس، بارك الله بكم وشكرا جزيلا لمجيئكم هنا. اذا نترك الحديث عن ام البنين وهذه الفاجعه المتمثله بيوم وفاتها والتي تركت فينا نحن الموالون حزنا خالدا عليها إلى يوم الدين. والآن استقبل الشيخ عباس بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال أمير المؤمنين عليه السلام: اطلبوا حوائجكم من أم البنين فإنها باب من أبواب الله. وقال الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه: إن 5 من أبواب قضاء الحوائج، وهو الإمام العباس عليه السلام ومسلم بن عقيل والسيدة أم البنين عليها السلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها، وذلك بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم في الطف نفوز فوزا عظيما. عندما دخلوا بنات رسول الله إلى المدينة أمر إمامنا زين العابدين إلى بشر بن حدلم قال: رحم الله أباك كان شاعرا إن عاء بي الحسين. دخل بشر إلى المدينة وهو ينادي: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين بكربلاء. إلا بأم البنين عليها السلام خرجت وهي تصيح: يا ناعش هالخبر صوتك لعد الحجر فسار. صاحت يا ناس بالله خلي ينزل عن ذلوله، انشده بالله ورسوله. حين التقاوا ذولا ويا ذولا، عباس بياض وجه لولا لولا، يقلها عظم
الله اجرك بجعفر وعود تقل له كل الفدا لحسين يرحون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أطرفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت شيخ، أحسنت. بارك الله بك. مأجورين إن شاء الله. مأجور. شكرا جزيلا، بارك الله بك. عمو فرحان، نعم، هسه وين وصلنا؟ أحسنتم. هسه نروح إلى قصيدة صديقنا مهدي إن شاء الله تعالى. إن شاء الله بداية مأجورين ومأجورين يا رب إن شاء الله دوما لإحياء هذه المناسبات المباركة العظيمة، إن شاء الله إحنا اليوم اجتمعنا لذكر مولاتنا أم البنين باب الحوائج. راح نذكر هذه الأبيات لكي نتبارك إن شاء الله باسمها المبارك يا رب. مدرسة الخدامة تظل أم البنين وتدرس كرامة على حب الحسين. مدرسة الخدامة تظل أم البنين وتدرس كرامة على حب الحسين. مدرستها عامرة ومتصدرة كل حين، شيدتها بالدماء ودمعة العين، ولذلك خالدة تظل طول السنين. واختصاص المدرسة الخدام الحسين، عنوان الدراسة فخر للعاشقين وتدرس كرامة على حب الحسين. تشرف على المدرسة وهي المديرة وبدروس التربية جدا خبيرة. خرجت 4 سنين بس كلها غيرة، وماخذ الأول طلع بدر العشيرة، وبأصعب مراحل ولدها ناجحين وتدرس كرامة على حب الحسين. أحسن الله عليكم. الله عليكم إن شاء الله. صديقنا مهدي، شكرا على هاي القصيدة الرائعة. الله يخليكم إن شاء الله أبو عبد الله مأجورين. طبعا شيخ عباس نرجو أنه إحنا ما عطلناه إن شاء الله، ونعرف أنه هو عنده التزامات كثيرة، وإن شاء الله مستمرين طبعا وياكم. والفقرة الجاية هي صوركم إن شاء الله، صور أصدقاء البرنامج. خلونا نروح ونشوفها. الآن مع صور أصدقاء البرنامج.
يا عباس بعجل قوم، يا تربات الفحل قوم، ترى امك وصلها يا شهم جف الاجل قوم، من تراب القبر قوم، عاليمن تنتظر قوم، وسف ام البنين امك خلص من هالعمر قوم يا شيال. نعم عمو ابو عبد الله. طبعا اصدقائنا احنا مشتاقين لهم كثيرا هم كذلك. اكيد نرى بعض الرسائل الجميله في تليفوننا الرائع. طبعا بس نتمنى من استاذ عمار شويه يسكت حتى نقدر نحكي، فنشوف بعض الرسائل الحلوه الجميله اللي توصلنا عبر رقم برنامج عمو فرحان اللي تطلب من عندنا دائما نتواصل وياهم بفقرتنا الجميله، فقره اتصل وشارك واتصل واربح. ان شاء الله تعالى راح نستمر وياكم باستقبال الاتصالات حتى نكون دائما قريبين منكم ان شاء الله. تفضل صديقنا مهدي. السلام عليكم. ويانا اتصال؟ انقطع الاتصال. انقطع الاتصال. يلا راح يجينا اتصال اخر بتجاوب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك عمو؟ اهلا وسهلا. من ويانا؟ ايسر حيدر. هيثم حيدر. شنو مشاركتك؟ فاطمة حسن، الاخ فاطمة حسن تشارك ويانا. فاطمة حسن؟ ايه اهلا وسهلا. يلا يا فاطمة شنو عندك مشاركة؟ احنا منتظرين. سورة الفاتحة. يلا خلي تقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. احسنتم يا فاطمة. بارك الله بكم ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله بكم. اتصال آخر إن شاء الله. خلينا نشوف مين راح يكون ويانا لكي يشارك في برنامج نعم فرحان. لوجين رائد من بلد. السلام عليكم يا لوجين. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا بلوجين، كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله، عظم الله أجوركم. وسمعونا شنو محضر المشاركة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وليشكرن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونها فلا يستجاب لكم. أحسنتم. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أحسنتم بارك الله بكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا. اتصال آخر وياك عمو عبد الله. أهلا والسلام عليكم. السلام عليكم يا نرجس. وعليكم السلام. شلونك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله. شنو عندك مشاركة؟ دعاء الفرج. يلا. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. أحسنتم. اللهم صل على محمد. اللهم عجل لك الفرج إن شاء الله. زهراء من بغداد. سلام عليكم يا زهراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال زهراء؟ عظم الله الأجر. عافية بالبطل. عظم الله أجورنا وأجوركم إن شاء الله. شنو محضرة مشاركة إن شاء الله؟ اسمي زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فما يكذبون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. جميل جدا. بارك الله بكم. أحسنتم. بارك الله بكم. حيدر من كربلاء. السلام عليكم يا حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حيدر شنو محضر لنا من المشاركة؟ والله شعر على الإمام علي عليه السلام. يلا تفضل. طب أول ما خلق دنيا الحروف لك أول ما خلق ثم يدي وعلى النقطة التي في البسملة على يعني أول ما خلق ربنا علي. هذا مو يعني خلق قبل الرسول قلم بكتبه وعلي. ما يتوضا الخلق وقت الصلاة، من يصلي الماء يتوضا
بعلي. احسنت بارك الله بيك. ما شاء الله، ثبتنا الله واياكم ان شاء الله على ولايه مولانا امير المؤمنين. ياسريه من ذي قار، اذا الاسم صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا ومرحبا. اسم صحيح، شنو اسمكم؟ الضحى. فاطمة محمد كريم. فاطمه محمد كريم، حياكم الله يا فاطمه. شلونكم ان شاء الله بخير؟ الحمد لله. الله يجعلكم دوما ان شاء الله بالف خير. من ذي قار انتم صحيح؟ نعم. اهلا ومرحبا. شنو محضرين المشاركه؟ سورة الضحى. يلا تفضلي. يلا. الرحمن الرحيم. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. احسنتم. اتصال وياك عمو ابو عبد الله. يلا يمكن هذا اخر اتصال. السلام عليكم يا فاطمه. عليكم السلام. شنو عندك مشاركه فاطمه؟ سورة الكوثر. يلا. سورة الكوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. احسنتم بارك الله بيك. احسنتي بارك الله بيك. ما شاء الله بصراحه عمو فرحان، عمو ابو عبد الله عفوا، المشاركات رائعه جدا. الان للاسف الشديد وصلنا الى ختام هذه الفقره وختام الحلقه كذلك. فوين نروح؟ اكيد العمو فرحان. يلا. نعم، شكرا جزيلا لكم أصدقائنا الأطفال الحلوين. للأسف انتهت حلقتنا لهذا اليوم، عظم الله لكم الأجر والثواب. وإذا نقول إلى اللقاء أصدقائنا الأطفال مع حلقة جديدة إن شاء الله.